نيجي بقى للسؤال التاني، شوبيفاي ولا وو كوميرس؟ ما تعملش ويب سايت ووردبريس او وو كوميرس غير مع ديفلوبر شاطر بجد، وحد فاهم تجاره الكترونيه وعمل متاجر من قبل كده وشوف له كذا متجر. ما تجربش مع حد ما جربش، يعني ما تبقاش انت الاول خالص بجد، لان انت مش هتقع في اخطاء عبيطه هتخسرك فلوس كتير. في ديفلوبرز متخصصين في الويب سايتس العاديه، الشركات، كاتالوج، ويب سايت كوربريت بتاع شركه عامه، لكن مش اي كوميرس. ده تمام خليه بعيد عن البيزنس بتاعك خالص، مش ربنا يوفقه. لكن انا في السايت بتاعي انا عايز حد خبير في الاي كوميرس، حد شاطر في الاي كوميرس. طيب الحل التاني شوبيفاي هو برضو عايز ديفلوبر شاطر عشان تعريبه يعني متعب جدا، عايز حد قادر يطلع الويب سايت واجهه عربي وانجليش زي بعض جامدين. ده جامد لو حد دخل عايزه عربي، وجامد لو حد عايزه انجلش. الشوبيفاي حلو لكن طبعا بيحرق فلوس كتير، يعني بتصرف عليه كتير. هو الشوبيفاي هو باشتراك شهري بيدفع، زائد ان كل تطبيق او خاصيه عايز تضيفها في الموقع بفلوس، وقليل قوي اللي مجاني، مش كتير. خلاص ممكن اروح لحاجه زي سله مثلا في المملكه. سله حلو، بس يعني سله تأييد فوق التأييد فوق التأييد، انت متأيد تأييد ابني، يعني بص انت متأيد جدا، مفيش حرية انك تعمل حاجات كتير. وعشان تشتغل حلو لازم تشتري ثيم، والثيم هيبقى برقم يعني 500 ريال 1000 ريال. طب خلاص انا هعمل موقع فروم سكراتش من الصفر بقى. لا ده أسوأ قرار ممكن تاخده في حياتك عموما.